سان يونج توفلي وسمير ابن خالتك 1600 سي سي 128 حصان عزم 160 نيوتن. بتيجي بمنظومة أمان جميلة جدا ABS و ABD و BAS و HAS و ARS. نيجي بقى نخش في العيوب اللي احنا بندور عليها وبنجري وراها وبندور عليها كتير يعني. أول حاجة سوق العربية مش منتشر زي التوسان والسبورتاج، بس هي كوري مش صيني ومنتشرها مش قوي أوي في السوق. السحب ضعيف والتكييف مش أحسن حاجة واستهلاك البنزين عالي. الناس بتقول التوكيل سيء جدا جدا وأسعاره غالية. ارتفاع صوت المحرك على السرعات والصوت بعد سرعة 100، الصوت بيدخل لك جوه العربية تحس بصوت الموتور جوه العربية. البلاستيك كتير في العربية. الخامات الداخلية رديئة شوية. المساحات الداخلية في الأول فئة تحس العربية ضيقة شبابي شوية. الثبات بتاع العربية في ناس تقول جميل جدا على السرعات وناس تقول لك لا مش حلو، فمش عارفين هي اصلا لسه ما دخلتش اختبارات امان او اي حاجة، مش عارفين. فلتر بنزين مكانه غريب وتلف عليه شوية، عاوزة واحد محترف او فاهم في العربيات ده بالذات. قطع الغيار غالية وقليلة اوي في السوق. الجنط ال18 بيعمل بلالين كتير ومش معمر في السوق، بس كعربية من ناحية قيمة مقابل سعر جميلة جدا. الشكل حلو جدا، وفي نسخة نازلة 23 شكلها مبهرة جدا. في منها نسخة تيربو، بس التيربو اخرك معاه 5 سنين، وغير كده عفسوناته كتير والناس بتغير التيربو كامل. فبعد عن النسخة التيربو خليه في النسخة العادية لو هتجيبها، بس عربية مقارنة بالصيني احلى من الصيني كتير وخليك فيها يعني، بس مقارنة بالسبورتاج ومقارنة بالتوسان لا الاتنين ياكلوها. هنشوف العربية بتاع السنة دي هتعمل ايه.